مرحبا، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله أنتم بخير. اليوم جيتكم بوصفة حلوة حيل. إحنا عنا بسوريا بالمنطقة الشرقية ناكلها بالشتاء كثير. اسمها السياييل، أو بالشام يقولوا لها السيالة. يمكن سهلة وسريعة. هي تنخبز على الحطب لازم يعني، بس إحنا الجود من الموجود راح نسويها بالبيت بطريقة سهلة حيل. مكوناتها خفيفة وتقريبا موجودة بكل بيت. أنا هنا حاطة كيلو طحين، بده رشة ملح وبده مي بس. هاي العجينة. وبعد العجينة رح نحتاج السمنة البلدية حصرا وسكر مشان نسوي قطر. هاي المكونات، ورح اكتب لكم اياهن بصندوق الوصف. السياييل لازم تكون الخلطة، أول شي بدي أحط معلقة الملح، لازم تكون الخلطة سائلة. يعني أنا راح أكت مي وأحرك وأشوفكم بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تكون العجينة بإيدي، طبعا الشغل تكون العجينة سائلة بهذا الشكل. شايفين؟ بدنا نضل نحرك ونسوي العجين بهذه الطريقة لبين. طبعا اللي عنده خلاط حيل الموضوع سهل، بس قلت لكم انا بدي اسويها على الطريقة التقليدية وبكل شيء موجود عندي. يعني لحد مقطوع عنا الكهرباء، ف الحز على مباريات الكأس العالم، مدري الأولمبيات، اجهز لهم اياها دفيهم. شايفين؟ الحز بس اوصل للقوام المطلوب ارجع اشوفكم. هذا القوام اللي بدنا نصل له. الحز لو بدنا نخبزه على الصاج بدنا اياه اسمك، بس كون احنا بدنا نسويه بطوايا بهذا الشكل. الحز راح اصفيه تا ما يضل بيه ولا تكتلات، ونرجع نريحه ونرجع على الخبز سوا. هذا القوام صار بهذا الشكل. شايفين؟ الحز حطيت الطواي على الغاز. طبعا قلت لكم هاي مو الطريقة التقليدية اللي هم يسوونها من زمان عندنا بمحافظة الرقة. هاي ابتكارات شخصية عشان ناكل هاي الأكلة، طعميها لأطفالنا، لأني ما ظل مثل أولي نطلع ناكلها بالريف. هزهنتها، حتركها تحمى مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ كفكير ونحطه بالنص على مبدأ القريب. بس هذا الفرق شنو؟ انه الرغيف بده يكون سميك بهذا الشكل. شايفين؟ اخليه يستوي وارجع اشوفكم. هذا الشكل. شايفين شلون قاعد يستوي؟ بس الفرق عن القريب او هو اسمك، احنا هذا ما يصير نخليه ابيض، بدنا نخليه اسمر. يعني بدنا اياه يستوي بشكل كامل. شايفين؟ يعني نخليه ياخذ لون الغامق، لسه هيش ابيض، عشان نعطي الاكله حقها. طبعا هذا إنه مو مشكله، بس اقلبه اشوفكم. شايفين؟ احنا هاي الدخنه لازم نشوفها. هاي الدخنه شايفين؟ لازم نشوفها. بالكريب ما نشوفها. شايفين؟ احنا نريده اقرب للخبز، اسمه احنا خبز سياييل. هاي الدخنه لازم نشوفها. شايفين؟ ارجع النوب اقمرها اضمن. شايفين؟ مثل رغيف الخبز لازم يستوي. حاجة ام الاختراع، وبهاي الظروف اللي اتوقع بكل الوطن العربي صعبة، وعندنا بسوريا يعني يمكن اكثر شي. هذا الرغيف بهذا الشكل. خلص اخذه احطه على فوطة نظيفة واغطيه بهذا الشكل. نرجع مع بعض نسوي رغيف ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بس دهنة بسيطة بسيطة
اصلا ما لها داعي، بس يعني للأأمن. هذا الشكل. الخبز العرب نسويه هيك بالعصاج، نمده بهذا الشكل. شايفين قوام العجين؟ شايفين بهذا الشكل؟ شايفين بهذا الشكل. هاي الأكلة بدها قطر. أول ما نحط لها قطر نحط سكر ونحط السمن البلدي هذا بكميات هائلة. بس ألحظ طبعا مو لأني غالي، لأني صرنا نخاف من الأمراض وكثرة السمون والدهون، فصرنا نسوي قطر ونحط السمنة أقل. فيلا نسوي القطر. القطر أنتم أحرار، القطر اللي تحبونه، بس لا تثخنونه حيل. شايفين خلصنا كل الكمية تقريبا. الكيلو طلع معي 14 رغيف. شايفين 2 3 خليتهم أقرب للكريب لأني بنتي ما تأكل السمن البلدي. هيك بهذا الشكل. حنقطعه سوا ونكمل. ليش أحط الفوطة؟ مشان ما يعرق على بعضه. هذا الشكل. الحز وصلنا لمرحلة التقطيع. شوفوا كثير ناس كل واحد له أسلوب تقديم السيالة. بناس تخليها خبز هيك وتصفه بهذا الشكل وتحط السمنة البلدي والسكر، واحنا اللي عادتنا ان نقطعه. الحين راح اشوفكم شلون يتقطع. بهذا الشكل قطعته. الحين راح اصور لكم. اصير اصف وارش سكر عادي. الحين اشوفكم هيك. يلا طيبة راح تصورنا هذا الشكل. اخذ الخبز احطه فوق بعضه واقطع بهذا الشكل. شايفين؟ اشيلهن هيك وارجع اسويه مربعات بهذا الشكل واصفه بالصينية واحط وكفي. شوفوا، ونرش سكر بهذا الشكل. احنا راح نحط القطر، بس رشة السكر هاي هي الطريقة الأساسية يعني. بهذا الشكل. بناس تسوي رولات ما اعرف ايش، انا قام اسوي لكم الشكل التقليدي انه. والحز اجيب القطر احطه بهذا الشكل. لا تكثرون مشان ما يتشتش، بس لا يحافظ. اجيب السمنة البلدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اكوت بهذا الشكل. يا عيني شايفين؟ واللي جودة من موجود. ازين بالمكسرات والجوز. طبعا رشة القرفة. هذا الشكل. الحز نرجع اخر شيء. وهاي القرفة اخر شيء. ما تكثرون مشان ما تضيعون طعمة السمنة البلدية. وبالعافية ان شاء الله. وصفة السيايل عجبتكم. تتاكل بهاي الطريقة هيك. ايش دحمه بهاي الطريقة. تاكلين ما يعني تلفونها هيك. هي أكلة عربية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شلون طبطب؟ يعطيكم العافية. أتمنى الاشتراك بقناتي.